طقطقة كتفك، الصوت اللي بتسمعه في مفصل كتفك وانت بتحرك دراعك وبترفعه، واللي اكيد مع الصوت دوت فيه كمان الم موجود في كتفك، وطبعا الالم والطقطقه ديت اللي مخلينك مش قادر بقى تتعامل بصوره طبيعيه وتحرك دراعك براحتك. ولو انت بتعتمد على كتفك كتير سواء في شغلك او في رياضه بتلعبها، يعني انت طبيعه شغلك بتشيل كتير، بتحط كتير، بتستخدم دراعك كتير، او حتى الرياضه اللي بتلعبها بتحرك فيها دراعك كتير، طبعا المشكله هتكون زايده عندك جدا جدا، واكيد نفسك تتخلص بقى من المشكله دي. عايزك تطمن عشان ان شاء الله في الفيديو دوت هنتعلم عملي مع بعض تمارين بسيطه وحاجات بسيطه تعملها ان شاء الله. لما تمشي عليها وتعملها هتلاقي ان المشكله بتقل تدريجيا، وصوت الطقطقه بيقل معاك، وكمان الالم اللي موجود عندك في كتفك لحد ما يختفي تماما. وخلينا بقى بدون كلام كتير كده نخش في التمارين عشان خاطر ما نطولش عليك الفيديو. واول حاجه في التمارين هو انك بتكون قاعد كده على اي حاجه، على السرير او على اي حاجه، وتحط ايدك الاتنين كده دول ورا ظهرك، وبتبتدي بكل بساطه ان انت وانت حاطط ايديك كده وراك بتبتدي ان انت ترفع صدرك كده لفوق على قد ما تقدر، تفرد صدرك كده وترفعه فوق على قد ما تقدر. وانت بترفع كده عند نقطه من الرفع هتحس ان هنا كده حصل استرتش عند منطقه صدرك، هو دوت اللي احنا عايزينه. هتقف بقى في وضع الاسترتش دوت عادي جدا زي اي تمرين استرتش لمده من 15 ثانيه لحد 30 ثانيه، وبعد كده تريح، وبعد كده تعمله كمان مرتين، يعني 3 ادوار كل دور فيه من 15 ثانيه لحد 30 ثانيه. التمرين بكل بساطه انا حاطط ايدي الاثنين ورا ظهري اهو، وبعدهم عني على قد ما اقدر، يعني مش لازقين في ظهري كده، لا هم بعاد شويه، وابتدي ان انا ارفع صدري لحد ما احس ان في ستريتش، واقعد بقى الوقت اللي قلت لك عليه. ودوت كده اول تمرين معانا. تاني تمرين معانا ببساطه جدا هنستخدم فيه اي وزن، ولكن انا جبت ازازه عشان اديك نموذج انت تقدر تعمله. هتجيب ازازه تملاها ميه، سواء بقى ازازه صغيره تجرب بيها وتشوف هي خفيفه عليك تعمل بازازه كبيره ولا ايه، ممكن كيس رز، كيس سكر، اي حاجه. المهم يعني هتجيب اي وزن تمسكه كده في ايدك، وبكل بساطه هتبتدي ان انت تنام على جنبك كده. هتجيب دراعك كده وكوعك يكون متني 90 ويكون لازق في جنبك كده، وببساطه جدا تبتدي ان انت ترفع الوزن ده وتلف دراعك كده وتنزل بالراحه بكل بساطه اهو، وتنزل بالراحه ببساطه جدا جدا اهو. التمرين مش صعب خالص، وتطلع وتنزل وتطلع وتنزل وهكذا. وتعمل التمرين دوت 3 ادوار كل دور فيه 12 عده. خلي بالك ان انا مثبت كوعي، وكمان كوعي عامل زاويه 90 وماسك الوزن المناسب ليا. يعني لو انا مثلا دوت تقيل عليك ممكن تملى ازازه ميه صغيره، لو دوت برده خفيف عليك ممكن تزود تمسك مثلا 2 كيلو سكر مع بعض، 2 كيلو رز مع بعض، فتمشي بالوزن اللي انت تقدر عليه وتعمل بيه الحركه بكل بساطه اهو. تلف كده تطلع وتنزل زي ما قلت لك 3 ادوار كل دور فيه 12 عده. ودوت كده كان تاني تمرين معانا. تالت تمرين معانا انا هنا بعمل التمارين في ايديا الشمال على اساس ان ايديا الشمال هي اللي فيها المشكله. مثلا لو انت عندك في اليمين طبعا هتعمل في اليمين، لو انت عندك في الاثنين هتعمل في الاثنين. والتالت تمرين معانا بنام بقى على الناحيه العكس اللي هي برده فيها المشكله عندي اهو. وابتدي وانا كده اكون تاني برده كوعي كده 90 ودراعي جنبي، وابتدي ارفع واحده واحده وانزل بالراحه. ما اسيبش بقى دراعي ينزل مره واحده، لا، اطلع وانزل بالراحه جدا اهو، واطلع وانزل بالراحه، اطلع وانزل بالراحه، وهكذا. واعمل التمرين دوت 3 ادوار كل دور فيه 12 عده برده. نيجي بقى على رابع تمرين معانا، وهو ببساطه جدا ان انت بتكون واقف كده، وببساطه جدا ماسك الوزن في ايدك، وبتكون ايديك عامله زاويه 45 درجه، يعني ولا هي قدامك كده ولا هي بالجنب كده، لا، عامله 45 درجه. وابتدي بكل بساطه ان انا ارفعها كده وانزل وارفع لحد كتفي، يعني لحد ما توصل كده مستوى كتفي، وانزل برضو بالراحه، يعني ما اطلعش كده واسيب ايديا تنزل بسرعه، لا، اطلع وانزل بالراحه واطلع وانزل بالراحه. واعمل برضو الحكايه دي 3 ادوار كل دور فيه 12 عده. خامس واخر تمرين معانا ببساطه جدا هو انك بتكون نايم كده، وبتكون على ركبتك الاثنين وعلى ايدك الاثنين، وانت كده بتكون مخلي وزن جسمك نازل على ايديك وركبتك، ما تكونش راجع كده فانت مش محمل على ايدك، لا، تخليك كده وزن جسمك نازل على ايديك الاثنين وركبتك الاثنين. وتبتدي وانت في الوضع ده ترفع ايدك اليمين وتعد 3 عدات، 1 2 3، وبعد كده تنزلها وترفع ايدك الشمال وتعد 3 عدات، 1 2 3، وبعد كده تنزلها، وبعد كده ترفع ايدك اليمين وتعد 3 عدات، 1 2 3، وبعد كده تنزلها، ترفع ايدك الشمال وتعد 3 عدات، 1 2 3، وهكذا. يعني بترفع اليمين وتعد 3 عدات وبعد كده تنزلها، وترفع الشمال وتعد 3 عدات وبعد كده تنزلها. ديت كده عده واحده تعملها 10 مرات وبعد كده تريح، وبعد كده تعملها كمان دورين، يعني 3 ادوار كل دور فيه عباره عن 10 عدات، اليمين شمال. ديت كده عده تعملها 10 عدات.
وبس كده. ودي كده كانت ببساطه جدا التمارين اللي ان شاء الله لما تعملها وتمشي عليها وتعملها مرتين في اليوم، مره الصبح ومره بالليل، كل مره بالعدد والتكرار اللي قلنا عليه دوت، هتلاقي ان مشكله طقطقه كتفك والالم اللي بتحس بيه في كتفك بيقل تدريجيا لحد ما يختفي تماما ان شاء الله. وبس كده وكده يكون فيديو النهارده خلص، اللي اتمنى ان شاء الله ان هو يكون كان مفيد بالنسبه لك. طبعا لو الفيديو عجبك واستفدت بحاجه ما تنساش تعمل لايك، لان ده بيساعد على نشر الفيديو ان هو يوصل لاكبر قدر من الناس، وبيكون كده دعم منك على المحتوى اللي بنعمله وبنتعب فيه. وهسيب لك كمان لينك اكونت الانستجرام بتاعنا في صندوق وصف الفيديو، تقدر تدخل تعمل فولو عليه ونعرف بعض اكتر كده ونكون صحاب. وبس كده بتمنى لك صحه كويسه، اشوفك المره الجايه ان شاء الله. مع السلامه.